السلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن حال. كما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم هذه الطريقه نتاع الكحك يجيكم كيما البريوش خفيف ريشه باسهل طريقه. قبل ما نبداو ما تنساونيش بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يلحقكم كل جديد ولايك للفيديو. نبداو على بركه الله. قبل ما نبداو في الكحك لازم نكونوا غلينا كاس تاع ماء فيه ريحه البسباس وزريحة حبة الحلاوة وواحد حبة تاع اليانسون نجمة الارض، احنا نقولها نجمة الارض. نغلوهم مليح وخلوهم يبردوا ونصفوهم من هذوك الاعشاب، ونزيدوا عليهم كاس تاع حليب، حبة تاع بيض كاملة، قشور تاع الليمون وقشور البرتقال. انا درت قشور حبة تاع ليمون وبودرة البرتقال، مغرف خمارة تاع الخبز. هنا نخلطوه هاد المكونات المرحله الاولى باش يجيكم الكحك ولا بريوش يجيكم خفيف. هنا درت نص الكاس تاع السكر مع كاس فرينه وخلطتهم وخليتهم يختمروا واحد 10 دقائق كما راكم تشوفوا. خلطتهم بالفوي، نغطيها ونخليها تختمر 10 دقائق. هنا بعد ما اختمرت 10 دقائق شوفوا كيفاش رجع هذاك الخليط يولي كي شغل لاموس. نبدو نضيفوا عليه المكونات الاخرين، نكملوا الباقي تاع السكر. هنا الحلاوه تحكموا فيها نتوما، كل وحده والحلاوه اللي تبغيها. زدت 4 كاس تاع الزيت ومغرف صغيره خميره الحلويات. الكحك باش يجيكم شباب ما تكثرولهش الخمار. نبدا نضيف في الفرينه. هنايا انا درت ليه 5 كيسان فرينه، والفرينه ترجع لكل وحده والفرينه اللي عندها في الدار. الملح نديرو باش يجينا الذوق، هذاك هو. درت 2 كيسان هما الوالا ونبدا نجمع فيها ونشوف. هنا ب5 كيسان الكاس الاول اللي درناه، يعني هنا راني 3 كيسان. نبدا نلم في هذيك العجينه هنا باش يجيكم الكحك مقطن وخفيف، ما تكثروش الفرينه. راكم تشوفوا العجينه كيفاش تكون. نبدا نلم فيها غير بالعقل، نضيف الفرينه ونشوف. هنا العجينه لازم تقعد تتلصق لكم في اليد. هذا هو سر نجاح الكحك ولا البريوش ولا اي معجنات تبغوا ديروهم، خلوهم ديما يتلصقوا لكم في يديكم. هنا بعد ما كملت هذاك الفرينه 5 كيسان فرينه، زدت عليها مغرف كبيره تاع زبده وندخلها مليح في هذاك العجين. هي الفرين عفوا الزبده تجمع لكم هذيك العجينه، كي ديروها تقعد تجمع لكم فيها. اللي عندها البيترا تفضل دير بالبيترا، انا بغيت ندير غير بيديا، واللي عندها البيترا ولا الخلاط الكهربائي تلم به. هنا كما راكم تشوفوا العجينه تلمت لي، نغطيها ونخليها تختمر المره اخرى. هنا بعد ما اختمرت كما راكم تشوفوا يتضاعف الحجم نتاعها. نبدا نقرص فيها هكذا كويرات صغيره. الحجم نتوما تتحكموا فيه، تبغوا ديروا كحك كبير تبغوا ديروه صغير، ليكم الاختيار. انا درتها شويه كبير، قطعتهم بهذه الطريقه، خليتهم يرتاحوا لي واحد شويه باش تقدروا تتحكموا في العجينه من تقعدوا ديروها حربوش. لأول مرة تشوف قناتي ما تنساش تخلي لي اشتراك فيها فضلا وليس امرا، ولايك للفيديو. هنا كما راكم تشوفوا درتهم كويرات كما هكذا وخليتهم يرتاحوا لي واحد شويه. هنا رشيت شويه تاع فرينه باش نقدر نخدم بها.
حليتها هكذا بالطول، ومن بعد قعدت نلف فيها هكا. طريقه بزاف سهله باش يجيكم من الداخل خفيف ريشه، ما يجيكمش مدقس ولا يجيكم معجن، يجيكم خفيف ريشه. حربشوها بهذه الطريقه ولا حبشوها بالطول، انا درتها بالعرض ودرتها بالطول يعني باش يتحربش لي مليح. طريقه سهله وواضحه في الفيديو. وما تكتروش الفرينه غير رشوا برك، والباقي نفضوه ما تخلوش في الحربوش. انا بديت نقص فيها هكا بالمقص ولا بالخدمي، يعني كل وحده شا تفضل دير. نكمل كيما شفتوا بنفس الطريقه، ونغطيهم ونخليهم حتى يختمروا يضاعف الحجم تاعهم كما راكم تشوفوا. انا غطيتها وخليتها اختمرت لي. ما تعرفوا الحمان راه بالخف يختمروا. ندهنها بشويه نتاع صافا البيض. انا القهوه ما كانتش عندي، اذا كانت عندكم القهوه ديروا القهوه باش ما يجيكمش هذيك الريحه تاع البيض. ودهنتهم ودخلتهم يطيبوا. انا طيبهم من تحت ومن الفوق، كنت دايره الفور يسخن على 180 درجه، ونطيبتهم من الفوق ومن التحت، ما تداوليش بزاف الوقت. وهذه هي النتيجه نتاع هذا الكحك. يجيكم خفيف ريشه ومقطن ماشي معجن. والى وصفه اخرى ان شاء الله. مع السلامه، وما تنسونيش باشتراك وتفعيل الجرس باش يلحقكم كل جديد، ولايك للفيديو. سلام.